دقيق ومية وهتعملي أحلى كسكسي أو مبرومة في البيت بأسهل طريقة، وهتطلعي منها الحادق والحلو. حاجة كده تحفة جدا. تعالوا بينا ندخل على الوصفة ونشوف الجمال ده هنعمله مع بعض ازاي. أول حاجة كده أنا هشتغل على كيلو من الدقيق، تقدري تعملي الكمية اللي انت عايزاها. هحط عليها رشة من الملح وأقلبها في الدقيق. بعد كده معايا كوباية ونص من المية، حطيتهم في بخاخ كده علشان ابدا اللي انا ارش كده وايدي التانية شغالة بتلف في الدقيق. تمام، ما عندكيش بخاخة، بولة جنبك كده او اي حاجة، وخدي بايدك ورشرشي كده والايد التانية بتقلب. اهم حاجة تقلبي ايد تحط المية وايد تقلب على طول. تمام، لحد ما بتخلصي المية بتاعتك بتلفي كده زي ما انت شايفة مع ضغطة بسيطة كده لتحت. بعد ما بتخلصي بقى خالص بتبدأي تاخدي بين كفوفك كده وتفضلي اللي انتي تبرمي في الدقيق مع المية لحد ما يوصل للمرحلة اللي معاكي دي. تمام كده، لحد كده مفيش اسهل من كده. عندك بقى غربال هتبدأي اللي انت تشتغلي بيه في الخطوة اللي جاية. ما عندكيش هتشتغلي في الكبة زي ما احنا هنعمل، يعني مش هنحتاج غربال خالص ولا منخل ولا اي حاجة. هنشتغل في الكبة ونسهل علينا. هنجهز الاول كده المصفى اللي احنا هنحط فيها. حطيت فيها كده معالق او شوك عشان ارفع الشال اللي انا هحطه كده وما يبقاش لامس المصفى على طول، علشان البخار يطلع كده ويسويهولي كويس. تمام كده. بعد كده خدت بقى شوية بشوية من الدقيق اللي احنا عملناه او الكسكسي، زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله. الكلاكيع بقى اللي انتوا زي شايفينها دي بتقولوا بقى ده كده باظت وبقت عجينة ولا حاجة، لا، بتحطيها في الكبة بتفك بكل سهولة. ولو الغربال بقى بتضغطي بايدك كده بتنزل ناعمة خالص ومفيش اي حاجة مكلكعة بتنزل. بتقفلي بقى الشال كويس جدا علشان البخار يبقى لجوه ما يطلعش لبره. وبتجهزي حلة فيها مية على النار، وتبدأي اللي انت تحطي فيها او عليها المصفى كده وتغطيها بغطا. لو انت ما عندكيش حلة الكسكسي هتعملي زي كده، حلة وعليها المصفى. اهم حاجة المصفى ما تطلعش البخار من الحلة من الجنب كده. هقولك دلوقتي لو لقيتي بخار طالع هتعملي ايه. هتجيبي حتة عجينة تعمليها ازاي، بدقيق ومية تعجنيها وتبدأي اللي انت تسددي الاماكن اللي هي بتطلع بخار علشان تسويلك الكسكسي كويس. تمام، او تحطي زي ما انا ما عملت كده مناديل مطبخ مبلولة، وبتبدأي اللي انت تحطيها بتمنع اي بخار يطلع وتبقى زي الفل، ولا عجين بقى ولا الكلام ده كله. مناديل مطبخ بليها وحطيها بالشكل ده تمنع البخار، علشان البخار ده اللي بيساعد على التسوية. عايزين نحكمه كويس جدا. سيبته بقى قد ايه على النار. اول ما حطيته هسيبه نص ساعة بالظبط على نار متوسطة، ولازم في البداية المية تكون بتغلي قبل ما تحطي المصفى. تمام كده. بعد ما عدى نص ساعة هبدأ اللي انا اديله تقليبة كده من فوق لتحت. هو طبعا لسه ما استواش، بس احنا هنديله تقليبة كده. هتقولي بقى ده في حتت وكلكعة ومش عارفه ايه، ولا يهمك خالص. هو لسه برضو لحد دلوقتي احنا لسه ما دخلناش في السوا نهائي. بس انا هديله بس تقليبة كده، وبعد كده هقفل عليه الشال تاني وهغطيه واسيبه ربع ساعة كمان، يعني ساعة الا ربع في اول خطوة. تمام كده. الشال ده ما يستعملش غير في الاكل بس، تستخدميه في المطبخ. يعني ساعات بنعمل فيه الجبنة كده، وما تستخدمه ما تغسلوهوش باي حاجة يكون فيها ريحة او معطرات خالص، علشان ما تبوظلكيش الاكل. بعد ما عدى ربع ساعة كمان، يعني كده اول خطوة في التسوية ساعة الا ربع. تمام، بدأت اللي انا اطلعه كده على الصينية، فضيته وبدأت بالمعلقة كده اللي انا افككه من بعضه. تمام، واضغط كده بالمعلقة يتفك معاكي. حرصي بقى في الخطوة دي لان بيبقى سخن جدا، وحرصي برضو وانتي بتشيلي الشال علشان البخار ده لا قدر الله ممكن يحرقك. تمام. بعد بقى ما خلصت كده هو زي ما انتوا شايفين، هنبدأ نجيب كوباية مية كمان غير الكوباية ونص الاولانية. وهبدأ برضو اللي انا ارش كده شوية بالبخاخة بقى او بايدي. انا المرة دي عملت بايدي مش بالبخاخ، برش كده وبايدي التانية بقلب على طول، وببدأ اللي انا افككه من بعضه كده وانا شغالة. تمام، على قد ما اقدر، علشان طبعا مش هقدر اللي انا احط ايدي دلوقتي خالص لحد ما بيبرد شوية، وبعد كده بستعمل ايدي في الاخر. ممكن حد يقولي في الخطوة دي بتحطي لبن، يعني كوباية المية دي بتحطي كوباية لبن. هقولك تمام،
اللبن هيديله طعم حلو جدا وغناوة. بس المهم اللي انت تخلصيه على طول، ما يقعدش فترة عندك، لان اللبن ممكن يبوظه بسرعة. انما المية لو انت عملتي كمية كبيرة لازم تعمليها بمية علشان تحتفظي بيها في الفريزر ومش هيجرالها اي حاجة. او لو قعدت حتى على الرف في التلاجة يومين تلاتة ما يجرالهوش حاجة. انما لو حطيتي لبن في الخطوة دي ممكن اللبن يخلي الكسكسي معاكي يبوظ على طول. عايزة تحطي لبن هيتاكل بقى يومها او تاني يوم بالكتير، ما يتركنش اكتر من كده. بعد ما خلصت بقى كده بايدي زي ما انتوا ما شفتوا، بدأت اللي انا احطه في الكبة تاني. تمام. لازم بقى اللي انتي تفرفريه كده وترديه عشان يطلع معاكي ناعم وحلو. خلصت الكمية ورجعتها تاني في الشال وفي المصفى، على المصفى كده. وبدأت اللي انا ارجعه تاني على البوتاجاز. طبعا في الوقت ده لو المية نقصت معاكي تقدري اللي انت تزوديها. هنسيبه قد ايه كمان؟ ساعة الا ربع كمان. بس المرة دي مش هفتح عليه ولا اي حاجة، هسيبه ساعة الا ربع كاملين. يعني بياخد تسوية قد ايه على البوتاجاز؟ ساعة ونص بالظبط. ساعة الا ربع في الاول، وبعد كده بنطلعه نفرفره كده من بعضه ونحطه في الكبة تاني، وبعد كده نرجعه تاني. عايزة تجربيه برضو تشوفيه استوى ولا لا. ما شاء الله مستوي زي الفل. يعني انا الساعة الا ربع التانية دي ما جيتش ناحيته خالص. تمام. بعد كده نبدأ بقى اللي احنا نشيله ونفضيه من الشيل كده او القماشة. ونبدأ بقى اللي احنا برضو بالمعلقة كده، احنا مش هنرجعه الكبة تاني. عايزة تحطيه في الكبة تضمني اللي هو كله مفيش اي حاجة مكلكعة فيه ولا الكلام ده، تمام براحتك. بس هو بصراحة مش محتاج، هو ما شاء الله عليه مستوي جدا وحاجة كده تحفة. الله اكبر عليه بجد، حاجة كده تحفة. بالمعلقة كده وبظهر المعلقة لو ضغطتي عليه هيتفرفر معاكي زي ما انتوا شايفين كده، ومش هيبقى فيه حاجة مكلكعة خالص. بعد كده مجهزة كوباية سمنة سايحة. انا حاطة سمنة على زبدة، سمنة فلاحي وزبدة فلاحي، فسيحتهم على بعض وقلبتهم كده، وبعدين تديهم تقليبة حلوة علشان يبقى معاكي زي الفل. تمام كده. الزبدة معانا لما تكون سمنة فلاحي او زبدة فلاحي طبعا بتفرق في الطعم جدا، فطعمها تبقى ما شاء الله جميل جدا. هقلبهم بقى مع بعض كويس جدا لحد ما السمنة بتاعتي تتغلف مع الكسكسي كويس. لحد كده تقدري اللي انتي تعنيه في الفريزر تحتفظي بيه، بس تسيبيه يبرد نهائي وبعدين تعبيه في اكياس وتحطيه في الفريزر على حسب ما انتي عايزة. كل ما تحتاجي طلعي منه هيطلع معاكي زي الفل، وتقلبيه في معلقتين سمنة كأنك لسه عاملاه، وتعمليه بقى حادق او حلو. تمام. انا هنقص بس الطبق ده كده علشان هنعمله مسكر في الاخر. تمام. شويه دول بقى نعمله حادق. بدأت اللي انا احط بقى شويه ملح، كتريش طبعا الملح، وتحطي فلفل اسود ده الحادق، وتقلبيه مع بعض كويس جدا. عملنا مع بعض احلى كسكسي حادق وحلو. طريقه سهله جدا. الحادق بتقدميه بقى مع شوربه او لحمه، وشوربه وبط، يعني لحمه او بط المتوفر عندك وشوربه. تمام. تعالوا ندوقه كده مع بعض. الله، الله بجد على الجمال، تحفه تحفه تحفه. والسكر طبعا بتحطيه زي ما انت عايزة. بتحطي بقى سكر بودرة، تحطي مكسرات، عايزة تحطي لبن بالطريقة اللي انت حباها واللي انت عايزاها تقدري اللي انت تقدميه. عايزة اقول لكم الحادق حلو جدا والحلو حلو حلو جدا. يعني الاتنين احلى من بعض، مفيش احلى من كده بجد. عايزة اعرف انتوا ما بتعملوش في البيت ليه، ولا بتخافوا ان انتوا تعملوه ليه؟ عايزاكم تجربوه بالطريقة دي، هيعجبكم جدا جدا. مفيش اسهل من كده. كل سنة وانتوا طيبين.